ازيكم عاملين ايه؟ بنات كتير سألتني ازاي بعمل ضوافري الشكل العريض ده وكلهم يبقوا متساويين وكأنهم ضوافر واحدة. تعالي اقولك يلا ازاي وتابعي معايا الخطوات. اول حاجة انا ضوافري كلها مش قد طول بعض، في طويل وفي قصير، فهنخليهم متساويين. هنحتاج اول حاجة القصافة والمبرد. التركة في ان الضافر يطلع بالشيب اللي هو العريض هو في القص. ركزوا معايا، بصوا بقص ازاي. بقص حتة بشكل عريض بالشكل ده، وباخلّي الجزء اللي أنا الجزء بقى بعد ما قصيته مش باعمله ولا مدوّر ولا مثلث، أنا باساوي بس الجناب بحيث ما تبقاش حادة وتعورني، وباساوي في اتجاه واحد بالمبرد. ركّزوا في الحتة دي، بحيث إن هو يطلع بالشكل العريض زي ما أنتم شايفين كده، في اتجاه واحد في اللي في النُص، والجناب يا دوب بس باساويها كده بحيث إن هي ما تعورنيش. وبابدأ أعمل الطريقة دي كذا مرّة لحد ما ألاقي شكل الضافر ناعم زي ما أنتم شايفين كده. هاعمل كده على كل الضوافر، وبالنظر هاحاول الحتة اللي أنا باقصها يبقوا كلّهم قد بعض، بحيث شكل الضوافر كلّه في النهاية يبقى كإنه طول واحد وشكلهم حلو ومتساويين. هابدأ أبردهم كده هاعملهم كلّهم زي بعض، وهيطلعوا بالshape اللي هو العريض اللي أنتم دايمًا بتسألوني عليه، وده كده هيبقى شكلهم النهائي. هاخلّص الإيد كلّها وهتبقى بالمنظر ده. ازيكم عاملين ايه؟ تعالي اقولك ازاي تعملي باديكير الايد ويطلع النتيجة زي الصالونات. يلا بينا نبدأ وتعالي اقولك الخطوات. أول حاجة طبعًا الجزء الأولاني عملنا فيه الضوافر سويناها وعملنا الshape اللي إحنا عاوزينه. تاني حاجة هنرطب الضوافر بأي مرطب عندِك أنتِ تحبيه. أنا استخدمت الزيت بتاع Joviality، رطبت بيه حوالين الإيد وابتديت أستخدم الأداة اللي أنتم شايفينها دي، أزُق بيها كده الجلد علشان أي زوايد أبتدي إن أنا أطلعها بقصافة الجلد الميت اللي أنتم شايفينها دي، بتطلع أي زوايد في الجلد علشان الجلد اللي حوالين الضوافر الغير محبب ده يبقى شكله متساوي وشكله حلو زي ما أنتم شايفين كده. وكمان لما أنا رطبته بيساعد إن أنا أطلع الزوايد بكل سهولة من غير كمان ما تعورني. بصوا الزوايد بتطلع ازاي. القصافة دي ممتازة جدا ومتوفرة طبعا في كل المحلات بتاعة أدوات الباديكير والصالونات والحاجات دي كلها. كل الأدوات دي متوفرة عند أي محلات تجميل. باعمل بقى كل الضوافر والصوابع بالطريقة دي، وبعد كده آخر خطوة باستخدم المبرد اللي هو ليه كذا ناحية 4 جهات، ده بينعّم شكل الضافر نفسه، بيبرده وبينعّم شكل الضوافر من الجوانب، وكمان آخر طبقة فيه بتدّي shiny كده للضافر، بيخلّيه شكله مميز وبيطلع الشكل كده في النهائي شكل الإيد زي الصالونات بالضبط. استنوا الجزء التاني. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بارت 3 من العناية بالايد والضوافر، والنهارده هنتكلم عن احلى حاجة ممكن تستخدميها لازالة الشعر بتاع الكف والصوابع. فتابعوا معايا الخطوات. اول حاجة بحب اعملها قبل اي ازالة هو السكراب اللي معايا ناعم جدا على الايد، بحب استخدمه قوي لكفوف الايد وللعقل وحوالين الضوافر. بستخدم اللي هو بتاع نوكس. اي سكراب هيأدي الغرض. ببل ايدي كده الاول وببدأ ان انا اعمل حركات دائرية زي ما انتم شايفين كده على كل الايد والصوابع والعقل، وبركز على حوالين الضوافر، وبعد كده بغسله. هو اصلا بيرطب الايد بطريقة زي ما انتم شايفين ناعمة جدا. بعد كده عندنا وسيلتين لإزالة الشعر بتاع الصوابع وكف الايد، يا اما الشفرة اللي هي بتاعة الوش بس طبعا علشان هي بتقص الشعر فبيطلع بسرعة، يا اما البراون السلكابيل. بجد اي اوديشن هيقضي الغرض. انا معايا 9 بجد ممتازة، بحبها جدا، بتعمل الشعر من الجذور وبتقعده فترة طويلة. حلوة قوي قوي، بتبين أدق التفاصيل في الشعر. واخر خطوة برطب ايدي، بجد ببقى كده كأني رحت الصالون وانا قاعدة في البيت. والترطيب زي ما انتوا شايفين، والايد بتبقى شكلها زي ما انتوا شايفين هي والضوافر. لو عجبكم الفيديو هو والاجزاء بتاعته اللي فات ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لي لايك. اشوفكم ان شاء الله على خير في سلسلة جديدة. مع الف سلامة.